السلام عليكم لي فان دو لا باج فيسبوك الى شين يوتيوب اون بوز غوموند افيك اسماء. كيما عودتكم اليوم جيتكم بوصفه جديده واللي هي وصفه فطائر تركيه بشكل القوارب محشيين بخلطه الجبن، خلطه كتير بنينه ولذيذه. نتمنى انكم تتبعوا معايا طريقه التقديم وتجربوها وتعطوني رايكم. اولا راح نبداو بتحضير العجينه تاعنا. للعجينه راح نسحقوا 500 غرام فرينه، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره سكر. راح نحتاجوا علبه ياغورت طبيعي 120 غرام، كاس ماء، نص كاس زيت، وملعقه صغيره من خميره الحلويات، والملح بطبيعه الحال. اولا حين ناخذ مقدار كاس من الفرينه، يعني كاس من هذوك 500 غرام اللي كنت وزنتهم من قبل، نغربل هذاك الكاس تاعي. من بعد نضيف له خميرة الخبز مع السكر. نزيدو نضيفوا له كاس تاع الماء اللي يكون دافي. انا هنا الكاس اللي استعملته في مقداره 250 مليلتر، يعني كاس كبير. من بعدها نضيف له يعني علبة ياغورت طبيعي بمقدار 120 غرام. انا هاد العلبة تاعي فيها 150 غرام، يعني استعملت غير 120 غرام وخليت. يعني العلبة العادية تاع الياغورت المتواجدة يعني في متواجدة اللي هي فيها 120 غرام. من بعد نخلط هذيك الكمية تاع الفرينة، الماء، الخميرة والسكر والياغورت الطبيعي، نخلطهم مليح. يعني نتأكد انه ما كاش تكتلات ولا ما كاش لي غرومو في لو لوفان تاعي ولا في الخميرة. من بعد ما شفت باللي الخميرة ولا لافارين تاعي انحلت كليا وما كاش تكتلات، يعني يا با دو غرومو، غطيتها وخليتها ارتاحت لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يعني نتوما طلوا عليها وشوفوها. كي تشوفوا الخميرة تاعكم خمرت مليح، في هذه المرحلة نكملوا المرحلة الثانية من تحضير الفطائر تاعنا. أنا هنا الكمية اللي قعدت لي من الفرينة ضفت لها ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات وخليتها على جنب. من بعد ما اختمرت لي الخميره تاعي وطلعت لي يعني لو لوفان تاعي خمر كيما شفتوا، نضيف له باقي المكونات. ضفت له نص كاس تاع الزيت العادي، يعني زيت نباتي. ضفت له الكميه اللي قعدت لي من الفرينه اللي خلطتها مع ملعقه صغيره من خميره الحلويات، وضفت له نصف ملعقه صغيره من الملح، ولا ضيفوا الملح على حسب الرغبه. من بعدها درتها تتعجن لمدة يعني 4 دقائق 5 دقائق، حتى شت العجينة تاعي نطمت ولات لي ليس. صدقوني عجينة هايلة ورائعة، راح تستمتعوا وانتم تخدموا بها. انا في هذه الاثناء نقدم لكم الحشو. للحشو تاعي درت كمية من الفلفل الاحمر، كنت شويته وقطعته، زيتون خضر، زيتون كحل، معدنوس، وشوية من الشيدار ولا الكرويا غابي. وانا اليوم استعملت هذا لو فرomاج ترك. يعني هذا الفرomاج ترك تقدروا تعوضوه بفيتا اذا عندكم يعني جبن الفيتا. اذا ماشي متوفر عندكم هذا الفرomاج ترك وماشي متوفر عندكم جبن الفيتا، تقدروا تستعملوا يعني ان كاري تاع لا فاش كي ريشاف العادي، تقطعوه الى قطع صغيره وتخلطوه مع هذه الحشوه. ضفت له ملعقتين يعني كبار ممتلئتين من زيت الزيتون، وخلطهم مع بعض. والحشو يرجع لكم، يعني ضيفوا نتوما واش تحبوا. بصح اذا حبيتوا يعني تستعملوا الحشو اللي ضفتو انا اليوم، هذاك لو فرomاج سوك اللي استعملته، تقدروا تضيفوه بنوع اخر من الفرماج، لكن هذاك الفرماج يكون يعني ما يذوبش كي ديروه في الفرن. كيما يعني لافاش كي ريشاف اللي انا متاكده انه متواجد في الجزائر، تقدروا تقطعوهم بتي كارو اون بتي كاري وتضيفوه في هذه المرحله. انا هنا العجينه تاعي تعجنت لي وشدت روحها ما شاء الله. وكما ما نقول لكم العجان ما راهوش ضروري، يعني تقدروا تعجنوها بيدكم. انا غطيتها لمده 5 دقائق برك، يعني ريحتها ما خمرتهاش. من المهم انها ما عاود تخمر هذه الخميره. ريحتها برك لمده 5 دقائق، يعني لو طون لي جي نيتوايي لو طون دو طرافاي لو بلان دو طرافاي تاعي، وبديت نحل فيها بالحليول. كيما نقولوا ريحتها 5 دقائق، ما خليتهاش تخمر. يعني من المهم انكم يعني تقيدوا بهذه النصائح وتقيدوا بهذه المراحل باش تجيكم يعني الفطائر تاعكم يجيكم يعني مثاليين وملاح. من بعد سور مو بلان دو طرافاي يعني رشيته بالفرينه وبديت نحل في العجينه تاعي. حليتها بسمك يعني نصف سنتيمتر. من بعد بديت نطبع بالقطاعة تاعي على شكل دائري، وطبعت دوائر
باش نشكل الفطائر تاعي. انا في هذا الوقت الفرن تاعي راني نسخن فيه على درجه 200 درجه مئويه. يعني هاد الفطائر راح نخدموهم ونطيبوهم مباشره، ما نخلوهمش كامل يخمر. صدقوني عجينه هايله ويعني سهله وكيما شفتوا لي تري رابيد. والحشوه ترجع ليكم، تقدروا تستعملوا اي حشو حبيتوا، تقدروا ديروا لا فيوند هاشي، تقدروا ديروا بالسبانخ، تقدروا ديروهم كبار يعني فطائر يكونوا كبار، عندي يعني فطيره كبيره وتكسروا لهم حبه بيض في الوسط، يرجع ليكم. من بعدها انا حكمت هذيك الدائره تاعي، يعني طولتها شويه بيدي كيما شفتوا العجينه هايله، راح تستمتعوا وانتم تخدموا فيها. من بعد يعني في وسط الدائره تاعي درت ملعقه لاباس بها من خليط الحشوه اللي كنت حضرته مسبقا، وندهن الحواف بالخليط من صفار بيضاء والقليل من الحليب. علاش ندهن هذوك الحواف؟ باش من بعد كي نغلق نتاكد انهم ما حيش ينحلوا لي في الفرن، وراح يكون العمل تاعو يعني كلصقه، راح يلصق لنا هذوك الحواف. كيما شفتوا نرفد العجينه تاعي ونتاكد اني زيرت على الحواف مليح ورفدت شويه العجينه وغلقتها مليح، خاطش من بعد في الفرن يعني باش ما تنحلكمش من بعد في الفرن. يعني هاد العجينه يعني راح تنحل لو كان ما تغلقوهاش هكا، وتاكدوا انكم غلقتوها وعطيتوا لها الشكل مليح. كيما شفتوا انا نكمل نحضر الحبات تاعي كامل بهذه الطريقه، طريقه سهله ويعني تري رابيد. يعني تقدروا في نص ساعه تكونوا كملتوا كامل الفطائر تاعكم، وما راحش نخليهم يخمروا كيما قلت لكم. اناني نخدم والفرن تاعي راه يسخن على درجه 100 عفوا 200 درجه مئويه. من بعد ندهن الحواف تاع الفطائر تاعي بهذاك خليط صفار البيضة والقليل من الحليب، ونرشهم بالسانوج ولا بحبة البركة. يعني وانتم التزيين يرجع لكم، تحبوا ترشوهم بالسانوج، تحبوا الجلجلان، تحبوا بذور الخشخاش، يعني انتم واش حبيتوا. لكن انا نفضل السانوج لانه يعني يعطي ذوق مليح مع الخليط هذا اللي استعملته. تقدروا حتى في يعني في العجينه نفسها تضيفوا كميه من السانوج، راح تجي كتير لذيذه وبنينه. وانا كيما شفتوا بعدتهم شويه وطيبتهم على درجة 200 درجة مئوية، يعني رايحين يطيبوا في 20 إلى 25 دقيقة. الفرن تاعي يكون شعلاته من الفوق ومن تحت. كي شفتهم حماروا لي يعني من تحت وخداو اللون من الفوق، خرجتهم من الفرن وخليتهم بردوا شويه ونقدم لكم في صحن التقديم. صدقوني عجينه هشه كتير رائعه ولذيذه، وانا متاكده انكم حين تجربوها وتعجبكم. وكما قلت لكم الحشوه ترجع لكم، ما تقيدوش بالحشوه تاعي، ديروا الحشوه اللي يعني تخرج عليكم والحشوه اللي حبيتوها واللي تحبها العائله تاعكم. وهمنيك فطائر يعني التركيه في صحن التقديم. صدقوني رائعين، على بالي شهيتكم كما نقولوا شهيتكم في الجنة إن شاء الله. ونتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة. صدقوني وصفة رائعة رائعة رائعة، ما حيش تندموا عليها. عجينة هشة ما شاء الله عليها. وكما العادة نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب، تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك. وسلام، إلى الوصفة القادمة إن شاء الله. دعواتكم، شكرا.